المهم خاوتي، دوك نتكلم لكم على الموضوع هذايا. ما تبقاش تتبع ذوك الصفحات اللي كل واحد كيفاش راه يهضر، كاين اللي راه فاهم وكاين اللي ماهوش فاهم، يهضر وخلاص. انا حبيت نتكلم لكم حاجه يعني من الواقع، من الناس اللي راحت دفعت ورجعت، ماشي من الناس اللي راهي تهضر ومش عارف واش راهي تهضر، كل واحد كيفاش يخلي لك في التعليقات سمع قد كلامي كل واحد كيفاش يقول. المهم الناس اللي معقبه الجيش من 1992 الى غايه 2011، ماشي تقول لي انا سيدي ولا انا البنتيادي ولا انا البان ولا انا 19، من 1992 الى غايه 2011 كل الجنود، ماشي اللي خادم عام ونص ولا اللي خادم عام، من كل الجنود، اللي خادم عام ونص، اللي خادم 24 شهر، اللي خادم 18 شهر، كل الجنود الورق اللي تتفحم يجوا باينين. انا هضرنا عليه في الفيديو اللي فات، بطاقة التعريف الوطنية، بطاقة الجيش، بطاقة الشطب تاعك، شهادة الميلاد، شهادة الإقامة، وشيك باري. هذو هما الأوراق اللي تدفعها. كي تدخل للسكنة باش تدفع راه ياخذ عليك الملف، راه يدي عليك الملف، يعطي لك جيطو، هذاك الجيطو راه مكتوب فيه رقم الملف تاعك. مور الشاك باري يكتب لك رقم الهاتف تاعك، كي تعطي له الشاك باري يكتب لك رقم الهاتف تاعك ويعطي لك جيطو هذاك هو رقم الملف تاعك اللي دفعته. نحكي لك عن الناس اللي راح تدفع خوتي، ما تبقى تتبع لا في الصفحات هذوك اللي راهم يقول لك على جال لاسونونس وعلى جال الناس اللي خادمه عند الدوله بازيدون في المعاش، ولا الناس اللي راح تدفع خوتي. الناس في 94 ما خادم في 94 في الايام تاع العشريه السوداء راح تدفع عادي، اللي هو عليه الدوسي مخدم لا عند الدوله، مخدم لا عنده لاسونس، ما والو، انسان عادي. هذه الحاجه الاولى. حاجه ثانيه، الناس اللي كانوا يدفعوا في البليده، مثلا في البريمير يجوا في البليده كما تاع المديه، كانوا يروحوا للبليده يدفعوا، كثر عليهم الضغط بحثوهم المديه، في المديه كي تروح تدفع راهم يدفعوا في البرواقيه. اول حاجه اللي نقول لكم عليها، اللي عنده بطاقه الشطب تاعو قديمه ماشي معاودها، من الاحسن يروح يعاودها، خاطر كاين الناس اللي راح تسمى كيدفع ورقه الشطب تاعو ولقاوها قديمه، قالوا له عاودها هنا تستغرق 15 يوم بيعاودوها. كل واحد يروح للسكنه تاعو، ماشي اللي كان فيها السكنه تاع الولايه تاعو، راهم يعاودوها لك في 15 يوم تعاود تخرج لك، وما تروح للسكنه الاخرى تدفع الملف تاعك عادي وماشي مشكل. مش تبقاش تبع في الصفحات دوك اللي يقول لك هذوك تاع المعاش وهذوك تاع كذا وتاع. انا نحكي لك حاجه واقعيه خوتي، انا نحكي لك عليهم الناس اللي راح دفعت، نعرفهم جيراننا وفاميلتنا والناس اللي نعرفهم واللي حكينا معاهم واللي راحوا دفعوا هكذا خوتي. تحياتي لكم كامل، ولا اي حاجه خوتي يهضروا عليها جديده نحطوها في القناه، دير لنا اشتراك في القناه، دير لنا لايك للفيديو وماشي مشكل خوتي. اي حاجه زعما ما نكذبش على خوتي، ندير فيديوهات تاع زعما كيما ما يديروا الناس هذوك تاع اللي يهضر وخلاص. انا نهضر لك حاجه، الناس اللي راح دفعت ما فوقها ما تحتها، روح شوف الفيديوهات تاعي كامل، قلب الفيديوهات، اي فيديو حطوا الا لقيت حاجه ماشي سوسوه ما نحطهاش. يعني انا ما نقدرش نكذب على الناس. كاين الناس اللي مساكن خادم في 94 في 92 في عمره 50 سنه، ما عندوش لاسونونس، ما عنده حتى حاجه، يعني يروح يتقدم ما يبقاش يسقسي من صفحه لصفحه، ما سقاش علاش. الناس بزاف اللي كيما من حتى البطاله خاوتي كانوا يهضروا عليها ويقولوا بلي ما كاش منها وغير يهضروا نهار اللي طاول لهم من حتى البطاله، ولا الانسان هذاك اللي كان يقول ما كاش منها هو يجري ويماركي في الزوجه تاعو، ولا ماركي في روحه، ولا ماركي معلم خلينا يقول ما كاش منها باش الناس ما على بالش كيفاه. وكان الله غالب قلبه مريض، ما يحبش يسمع اشياء هذو بلي الدوله راح تعطيه الغاشمين. خاوتي انت راه دير الملف تاعك، حط الدوسي تاعك طاولك
فيها خير، ما طاولكش فيها خير. المهم نتايا روح كيما الناس، ماشي تخليها من بعد النهار اللي يدفعوا الناس كاع تبقى تسمع في ديك الصفحات اللي يقول لك غير تاع المعاش وتاع كذا، ومن بعد تولي تجري وتحوس تبات تباع الدوسي تاعك. هذا ما نقول لك خاوتي. وان شاء الله هاد الناس اللي تتبع كاع ان شاء الله يديروا لهم حل، على الاقل يديروا لهم نصيب هكذايا كيما منحه هكذايا كيما منحه البطاله، ولا على بالك لهم منحه صغيره معليش. المهم ان شاء الله يكون فيها خير. كما يقول لك في الخير تلقى الخير. تحياتي لكم خاوتي، ديروا لنا ابوني في القناه، اي حاجه جديده نحطوها نتكلموا عليها، نعطيكم حاجه من الواقع، ما نعطيكمش حاجه من الرسانه. انا كرا نتكلم لكم هكذا خاوتي، نتكلم لكم مع الناس اللي راح دفعت، ماشي على الناس هذوك اللي راه قابضه قهاويت وقابضه التليفون وتهدر وخلاص والله ما عارفه كاع واش يطير. نهضر لك على الناس اللي راح دفعت من 1992 الى غايه 2011. مع السلامه خاوتي، تحياتي لكم في فيديو اخر ان شاء الله والى اللقاء.